أخواننا المغاربة، السلام عليكم. السلام عليكم والله يكتر خيركم. إيمان سنيننا هاد الساعة المباركة، الحمد لله نسكروا على هاد النهار، ما نقدر نخبي وما عندي ما نستر، كل شيء باين على وجهي، كلامي كيخرجوا من فمي وقلبي فرحان. الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا. معالي الوزير، أنا فخور بوجودي هنا اليوم كرئيس الوفد الإسرائيلي الرسمي لإقامة العلاقات مع المغرب. وصلنا إلى هنا على متن رحلة تجارية إسرائيلية مباشرة، رحلة تاريخية بكل معنى الكلمة. وصلنا من شأن تحويل رؤية إلى واقع. باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أود أن أعبر عن تقديره العميق لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس على قيادته الشجاعة وروايته بعيدة المدى. العلاقات الدافية بين الكسر الملكي والشعب المغربي عامة ويهود المغرب خاصة معروفة في كل أنحاء العالم. إنها ستشكل جسرا بين البلدين وركنا لبناء السلام بين الشعبين. بعد إذنكم أرجع العربية مغربية. المثل اليهودي يقول: شأل أبيخا ويجدخا زكنخا ويوم لخ. سكسبوك ويقولك، جدوك ويعود لك. هذا اليوم كبير عندي شخصي، ماشي غير من السباب السياسي. بويا ربي مخلوف خليفة الله يرحمه، وأمي الله يدول عمر عزيزة، وأخواني دي كبار مني خلاقوا هنا، سكنوا كبروا ترباو وقراو هنا قبل ما يطلعوا لإسرائيل. أنا وفي حالي الألوف من اليهود دي ساكنين في إسرائيل كبرنا على المعودات دي جدودنا دي عاشوا هنا بالملاحة بالصواب بالصحة وبالفرحة. ما خلاو ما يعودوا على المروك، كانوا كيتهلاو فيها. العربيات اليهود فمي من صغر، من يام دي كنا نجمعوا في إسرائيل نهار على نهار، شبعوا نسقوا العشية ونركنوا على واحد الراديو صغير باش نسمعوا الأخبار. كل إسرائيل من يروشلايم تسنتو دابا الأخبارات بالعربية مغربية. العادات اليهود المروك باكين عايشين فينا، بيوتنا، في صلاتنا، في قلوبنا، عند ولادنا. تا حاجة ما تيتناسى. المعيشة بالأمن ما عندها ثمن. معالي الوزير، لا حدود للتعاون الذي ممكن ندوره بمجالات الطيران، الابتكار، العلم، الصحة، الزراعة ومجالات كثيرة أخرى. معا كأصدقاء وكشركاء حقيقيين سنغير المنطقة لصالح شعبينا ولشعوب دول الجوار. باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه كبير المستشارين جارد كوشنر والمستشار الخاص أفي بيركوفيتش على قيادتهم وعلى زعامتهم. شكرا جزيلا لكم يا مضيفين على حفوة الاستقبال. نتطلع إلى استضافتكم قريبا في إسرائيل.